في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والانتماء، شهدت المدينة صباح يومه الخميس انطلاقة كرنفال وطني بهيج نظمته جمعية السلامة لأرباب مركبات نقل البضائع تخليدا للذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء المظفرة. تلك الملحمة التي جسدت عبقرية ملك ووحدة شعب وإصرار أمة على استكمال استقلالها وسيادتها. الانطلاقة الرسمية أعطيت بحضور رئيس المجلس البلدي إلى جانب شخصيات سياسية ومدنية وأمنية وممثلين عن السلطات المحلية وحشد من الفاعلين الجمعويين. وبعد قص شريط الانطلاق ارتفعت الأعلام الوطنية معلنة بداية كرنفال استثنائي يروي للأجيال الجديدة قصة وطن آمن بوحدته وصار بخطى ثابتة نحو المستقبل. شاحنات ضخمة تحولت إلى لوحات فنية متنقلة تزينت بالأعلام الوطنية وصور المسيرة الخضراء، وامتلأت بالنساء والرجال والأطفال يلوحون برايات الوطن ويرددون الأناشيد الوطنية بحماس لا يوصف. على طول الطريق تهادى الموكب وسط تصفيقات الجماهير ودموع الفخر التي اختلطت بابتسامات الأمل، في مشهد يعيد إلى الأذهان أمجاد 6 نوفمبر سنة 1975، يوم لبى المغاربة نداء الوطن بقلوب مؤمنة وإرادة صلبة. ولأن هذه الذكرى الخالدة لا تخص المغرب وحده، بل تعبر عن عمق انتمائه الإفريقي وانفتاحه على أشقائه في القارة، فقد شارك في هذا الكرنفال طلبة من 8 دول إفريقية شقيقة حملوا أعلام بلدانهم إلى جانب العلم المغربي في صورة تجسد الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع المملكة بهذه الدول، والتي لعبت دورا بارزا في دعم المقترح المغربي لقضية الصحراء. حضور هؤلاء الشباب الأفارقة أضفى على الكرنفال بعدا رمزيا قويا يعبر عن روح التضامن والتلاحم بين الشعوب الإفريقية، ويعكس المكانة التي يحتلها المغرب كجسر للتعاون والوحدة داخل القارة السمراء. وبين أصوات الأهازيج والأناشيد الوطنية وبمواكبة من السلطات المحلية والأمنية والجمعية المشاركة، تحولت الشوارع إلى مسرح كبير للوطنية الصادقة، حيث امتزجت رموز الماضي المجيد بطموحات الحاضر والمستقبل في لحظة تجسد استمرارية المسيرة الخضراء، مسيرة البناء والتنمية والوحدة.